هذا العام تتم شركة جوجل عقدين من الزمن منذ إنشائها. لقد طغت هذه الصفحة الإلكترونية على عالم الإنترنت شيئاً فشيئاً، واليوم تمثل إحدى العلامات التجارية الأقوى في العالم. ولكن هل كنت تعلم أنه وراء هذه البساطة يحتوي محرك البحث على العديد من الألعاب المسلية؟ حسناً، قم بفتح صفحة جديدة على متصفح الإنترنت، لأنني اليوم سوف أعرض لك عدداً من الألعاب التي سوف ترغب في التعرف عليها. إن الحياة دون شبكة الإنترنت ليست حياة. نعلم جميعاً بشأن هذا الديناصور الصغير الذي يظهر عندما يكون جهاز الحاسب الآلي ليس متصلاً على شبكة الإنترنت. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أنك إذا كنت تستخدم متصفح جوجل كروم وقمت بالضغط على مفتاح المسافة، سوف يبدأ هذا الديناصور في الركض، وسوف تكون مهمتك هي أن تجعله يقفز من أجل الركض لأطول مسافة ممكنة. هذا بسيط ومسبب للإدمان، وبالتالي يمكنك فصل اتصالك على شبكة الإنترنت وتجربة ذلك. اترك تعليقاً واذكر فيه ما هو الرقم القياسي الذي حققته. هيا أنا أنتظر، لكن اكتب بكل صراحة. والآن سوف نتحدث عن تلك الألعاب التي لن تستغرق أكثر من ثانية واحدة حتى تستطيع تجربتها. إذا قمت بكتابة Do a Barrel Roll فسوف تدور الشاشة 360 درجة. وإذا قمت بكتابة Gravity Google ثم قمت بالضغط على أول اختيار على شاشة البحث فسوف تسقط الشاشة إلى الأسفل. ولكن لا تقلق، يمكنك الضغط على أي وظيفة أخرى والدخول عليها. أما إذا أردت العودة إلى الماضي فكل ما عليك فعله هو البحث على جوجل إن 1989، وبالتالي سوف يعود بك أوتوماتيكياً إلى صفحة جوجل في نسختها من عام 1998. أي واحدة أعجبتك؟ أنا صراحة أعجبتني Do a Barrel Roll. نعود للحديث عن الألعاب المتفاعلة. انتبه جيداً لأننا سنتحدث عن الأفضل. إذا قمت بكتابة زيرغراش وقمت بالضغط على مفتاح المسافة سوف يبدأ عدد من الأحرف الصغيرة في تدمير كل ما يوجد على الشاشة، وسوف تكون مهمتك هي تدميرهم بالضغط بشكل متكرر عليهم من أجل القضاء عليهم. وإذا كنت ترغب في لعبة أكثر راحة للأعصاب قم بكتابة أتاري بريك أوت ثم اضغط على الصور. سوف يحول هذا شاشتك إلى لعبة فيديو عملاقة، حيث يتوجب عليك تحريك اللوح في الجزء السفلي حتى ترتد الكرة وتدمر تلك الصناديق. في البداية سوف يبدو الأمر بسيطاً، ولكن استمر في اللعب لبضع دقائق وسوف تجد أن سرعة اللعبة قد ازدادت. وبالتأكيد لا يمكننا التغافل عن إحدى ألعاب الفيديو الأكثر رمزية على الإطلاق، هي لعبة باكمان. حتى تلعب هذه اللعبة بشكل مجاني تماماً عليك أن تبحث عن جوجل باكمان وابدأ في اللعب. أما إذا كنت تشعر بالاسترخاء وتريد قضاء وقت ممتع فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التعرف على صوت كل حيوان، ومن أجل هذا الغرض قم بكتابة What sound does a dog make؟ وبالتالي سوف تظهر أوتوماتيكياً قائمة بالحيوانات وأصواتها. وقد يبدو هذا أحمقاً، ولكن أؤكد لك أنك لا تعلم ما هو صوت الحمار الوحشي، أليس كذلك؟ قل لي بكل صراحة، لا تتجه إلى جوجل، ما هو صوت الزرافة؟ إذا عرفت الإجابة اكتبها لنا بالتعليقات في الأسفل. والآن إذا قابلت صديقاً ولا تجدا ما تفعلاه يمكن لجوجل القيام بذلك من أجلكما إذا قمت بالبحث عن فليب أ كوين. وإذا أردت أن تعرف أي منكما يلعب أولاً ولا تمتلك زهراً قم بالبحث عن رول أداي، ولا تقلق يتم هذا عشوائياً. هناك ثمة أسرار لا يعرفها سوى القليل من الناس. إذا قمت بالبحث عن سوبر ماريو بروس فلن تجد أي شيء خارق للعادة، ولكن إذا قمت بالضغط على هذا المكعب الصغير فسوف تجد أن الصوت والشكل الكلاسيكيان لشركة نينتندو قد ظهرا. على نفس الشاكلة إذا قمت بالبحث عن سونيك ذا هيدجهوغ فسوف تجد هذه الشخصية الكرتونية المتميزة مع صوتها الكلاسيكي. أما إذا كان ما تبحث عنه هو تحدي حقيقي قم بالبحث على تيك تاك تو.
وحاول أن تهزم جوجل في هذه اللعبة الكلاسيكية. من الصعب الفوز بالمستوى المتوسط لأنه صعب للغاية، يكاد يكون من المستحيل الفوز على الحاسب الآلي. جرب ذلك وأرسل لنا النتيجة إذا نجحت في الفوز. من هو مستعد للتحدي أيها الأصدقاء؟ هذا كل شيء لليوم. قل لنا أي من هذه الألعاب قد أعجبتك، وهل كنت تعلم بها من قبل؟ إذا أعجبك المقطع قم بالضغط على زر أعجبني والاشتراك معنا في القناة. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. إلى اللقاء في فيديو قادم قريب.